السلام عليكم. عاملين ايه يا رفاق؟ يا رب تكونوا بخير واموركم تمام والدنيا تكون فل الفل. في سؤال بيتكرر دايما في دماغي، تمام، وخاصة بعد الفيديو الأخير اللي أنا نزلته في حد يعني قال لي أنا مش عارف أذاكر أصلا، أنا مش قادر أذاكر، يعني أنت عمال تقول لي في حلول وكل حاجة بس أنا مش عارف، مش قادر أمسك كتاب كده وأفتحه، تمام. ولكن قبل ما نتكلم لازم الجملة اللي هو قالها لي دي يحددها شوية، تمام. يعني مثلا أنت مش قادر تذاكر ولا مش عارف تذاكر؟ ايه ده؟ تفرق جدا طبعا. ما ينفعش اقول انا مش قادر اذاكر هي نفس انا مش عارف اذاكر. لا خالص، في فرق بين الاثنين كبير جدا جدا جدا، وكل واحده ليها مشكله، تمام. فسريعا كده نتكلم انا وانت مع بعضينا. انا مش بديك بقى ايه تعليمات ثابته اعمل 1 2 3، لا، انا بكلمك بحيث تفهم انت هتعمل ايه، الخطه ماشيه ازاي وبدماغك ومشي امورك، تمام. فما تنساش يا اخواتنا صلى على النبي ويلا بينا. بص يا جميل، في البدايه لو انت مش عارف تذاكر يبقى انت كده نفسيا وجسديا الى حد ما كويس، ولكن انت مش عارف تدخل للماده دي منين، مش عارف تبدا ازاي، مش عارف هتمتحن عليها ازاي. ده تفسير المعنى كلمه انا مش عارف اذاكر. فعلشان كده بقول لك حدد انت مش عارف تذاكر ولا مش قادر تذاكر. لان انت لو مش عارف تذاكر فالمشكله بسيطه جدا جدا جدا. انا دلوقتي مش عارف اذاكر الماده اللي انا رايح امتحنها ان شاء الله يوم الثلاث اللي هي ماده الجراحه. طيب انا عملت ايه؟ اولا انا الماده دي تقريبا فتحتها ايام الميد ما فتحتهاش تاني. طب انا اذاكرها ازاي؟ انا قدامي يومين على الامتحان، تمام. المفروض اذاكر ماده منهج السنه كامله، اذاكر منهج السنه كامله، تمام. اذاكر ده ازاي؟ اول حاجه عملتها بعد ما جيت من الامتحان النهارده، جيت باعت لاصدقائي اللي في الدفعه الاكبر مني، والله يا شباب الجراحه العامه انا ما فتحتهاش خالص، تمام، ومش عارف ابداها ازاي. فقولوا لي اعمل ايه فيها؟ والامتحان بيجي ازاي؟ في حاجات وتحديات والكلام ده ولا لا؟ يعني قعدت اسال على كل حاجه جايه منين ورايحه منين، بحيث ان انا لما اجي ابدا الماده، او انا كده كده هبدا اصلا، تمام، لما ابدا الماده ابقى عارف انا هعمل 1 2 3 وهركز على 1 2 3. طيب ابقى عارف ان انا همتحن بالطريقه الفلانيه عشان اعرف انا هحفظ ولا هفهم ولا هعمل ايه بالظبط. وطبعا هنا في طرق كتير جدا جدا جدا. انا كنت منزل فيديو ازاي تذاكر كميه اكبر في وقت قليل، فشوفه هيفيدك في الحته دي. يبقى انت قبل ما تعرف يعني انت مش قادر تذاكر، اعرف الماده بتاعتك المداخل بتاعتها منين والمخارج بتاعتها منين، تمام. انت كده خلاص عرفت تفاصيل الماده من حد اكبر منك، من الدكتور ذات نفسه، من المدرس ذات نفسه، من امتحانات سابقه. يبقى انت فهمت انت هتذاكر الماده ازاي. كده خلاص انت عرفت انت هتذاكر ازاي، تمام. وما تنساش تشوف الفيديو اللي قلت لك عليه، في حاجات هتساعدك جدا 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 كمان. بيس بيس. طيب فانت كده تمام. طب المشكله الثانيه، انا مش قادر اذاكر. يعني انا دلوقتي عارف الماده بتتذاكر ازاي، بس انا نفسيا وجسديا مش قادر اذاكر. قول لي حل بقى المشكله دي ازاي؟ بسيطه جدا برضو. ايه ده؟ المشكله اللي فاتت كانت بسيطه، امال ايه الفرق؟ مفيش فرق. كل حاجه وليها حل، ولكن انت عايزك ما تاخدش الامور بعواطفك شويه. يعني هقول لك، لا ما تقلقش، الكهرباء قطعت، هنكمل لما تيجي. رجعت تاني، تمام. وصلنا لحد انا دلوقتي مش قادر اذاكر، تمام. برضه قلت له الحل بتاعها سهل. طيب ايه الحل؟ بص يا جدع، دلوقتي انت مش قادر تذاكر حاجه من اتنين. هي حاجه نفسيه، انت نفسيا مش جاهز ان انت تذاكر الماده دي لصعوبتها، او ان انت عاكك في ماده قبليها، او ان انت شايف الماده كبيره فمش عايز تبدا فيها، تمام، او انت كارف للماده عموما، نفسيتك مش طالبه مذاكره، تمام. والحاجه الثانيه ان انت جسديا مش قادر. طيب جسديا مش قادر، ارتاح. ما تقولش انا هطبق مثلا في ماده معينه عشان اذاكرها. ما تقولش مثلا ان انا ايه، يعني انا تعبان جسديا دلوقتي بس لازم اقاوم واعمل واعمل واعمل، وتبقى انت بتموت وبتنام وبتذاكر، انت فاكر نفسك ان انت بتبذل مجهود وكل حاجه. لا خالص، انت تعبان ريح، لازم. بس مش تريح بقى اللي هو مش قوي، يعني فاهم، تريح حاجه على قد كده، ان انت ايه تاخد بس باور كده وتقوم تكمل، تمام. فانت تعبان جسديا لازم تريح قبل ما تذاكر. ما تقولش انا هقاوم واعمل واعمل واعمل. وخاصه مثلا يعني دي بيحصل معايا كتير، لما اكون حابب ان انا اطبق في ماده معينه، بطبق وفرحان جدا ان انا عمال اذاكر والم واعمل واعمل، وانا تعبان جدا جدا وعمال اشرب قهوه بقى وشاي وبتاع وازاز ميه كده في اللجنه وحوارات، وفي الاخر اروح هناك الاقي اجابه اصغر من رجل الكتكوت ولا من رجل النمله، مش فاكرها، بسيطه جدا بس انا مش فاكرها، تمام. فانت ما تقاومش، انت تعبان ريح نام ولو القليل بحيث تاخد باور وتقوم، تمام. الحاجه الثانيه بقى اللي معانا وهي الحاجه المعنويه، ودي مهمه جدا يعني، ولكن بالنسبه لي هي لها حل واحد ملوش تاني، مع احترام كل الدكاتره النفسيين وكل العلاجات النفسيه والحاجات اللي بتطلع دي. ولكن انا دايما مقتنع ان علاجك النفسي عند الله سبحانه وتعالى، ان انت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تبعد عن المعاصي، ان انت تبعد عن الشله الوحشه، ان انت تعمل حاجه كويسه، ان انت تروح تقعد في الجامع وتدعي وتقول يا رب كده بعد صلاه الفجر، او انت بتصلي الفجر او وقت صلاه الفجر، وتدعي وتقول يا رب، وتصلي ركعتين بالليل. كل ده حاجه هتحسن نفسيتك، ولكن مع الاخذ بالاسباب الاخرى. يعني انا دلوقتي بقول يا رب وفقني، يا رب انا عايز اجيب مجموع، يا رب
انا نفسيتي بايظه عشان انا بحل وحش في الامتحانات، فانا عايز نفسيتي تكون كويسه عشان اذاكر واعمل. طب ماشي، كل ده جميل. بعد ما تروح بقى خد بالاسباب وحاول تقعد تذاكر، جرب تقعد تذاكر، مش تروح تقعد عامل كده مستني يوم كاس الماده اللي امتحنتها عشان نفسيتي تتحسن. طب انا دعيت ربنا، ايوه دعيت ربنا، ما انت برضه خد بالاسباب عشان ربنا يوفقك. تمام. فبرضه كانت في حته سمعتها للدكتور عمر شومان يعني، تقريبا اسمه عمر شومان والله، تقريبا اسمه كده يعني، جزاه الله كل خير يعني. كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ابني ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. يعني صدق فعليا في الحته دي، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. انت واحد بتاخد بالخطوات، بتاخد بالاسباب، بتجيب اخرك في حاجه معينه، تمام؟ تاكد ان ربنا هيوفقك. ما جبتش اخرك، ما بذلتش مجهود، ما حاولتش ان انت تدعي وتبعد عن المعاصي وان انت تعمل حاجات كويسه، نفسيتك هتفضل بايظه، ملهاش حل تاني. تمام. فالحلول مش كتير. بيس بيس يعني. في برضه حاجه حصلت كده معايا الفتره اللي فاتت، حابب احكيها لكم. هي مش وحشه، تمام؟ وفي نفس الوقت انا والله مش بحث صاحبها، ده صاحبي يعني ربنا يجازيه كل خير، الدكتور سعيد. انا فاكر ان هو في الامتحان اللي فات ده، والامتحان برضه اللي قبله على ما اعتقد، كان تعبان جدا يعني. هو جه لي الامتحان وتعب. طب احنا من عادتنا في الكليه عموما يعني مش بنذاكر غير قبل الامتحان بفترات قليله. هتقول لي ليه؟ اقول لك مش عارف والله السبب، انا لي 4 سنين في الكليه ومش لاقي الحل بتاع او مش لاقي اجابه للسؤال ده. فانت دلوقتي تعبان يعني، مش قادر تكمل، مش قادر تبدا اصلا علشان الامتحان كان منه يومين 3. طيب ايه اللي حصل؟ حاول على قد ما يقدر ان هو تعبان ومش قادر ومش شايف قدامه وبطنه وجعاه والدنيا بايظه معاه، كان بيحاول يذاكر بيحاول يذاكر بيحاول يذاكر، سبحان الله. يعني انا والله مش بحسبها، والله ربنا يوفقه. تقريبا هو جاب درجه يعني، ان شاء الله باذن الله يجيب درجه اعلى مني تمام. اللي انا كنت عمال اذاكر واعيد واعمل بس لا فعليا. ليه؟ هو ذاكر بطريقه كويسه، عرف المهم، بدا يركز عليه، ما بداش يخرج بره المحتوى. اول حاجه طبعا استعان بالله، تمام؟ حاول يجيب اخره في المذاكره بالرغم ان هو تعبان. بدا يذاكر بطريقه كويسه او بطريقه اللي هو ايه، زي ما قلت لك ذاكر كم اكبر في وقت اقل، بدا يسال الناس اللي بيجي في الامتحانات اللي بيعمل، فبالتالي هو رايح يذاكر فاهم هيذاكر ايه وسايب ايه يعني، فاهم؟ مش عمال يلف كده في الماده زي اللي بيلف في ساقيه، لا هو عارف هو رايح يذاكر ايه عشان هيجيب ايه. تمام. فسبحان الله ربنا وفقه، ده خد بالاسباب ونفذ الاسباب وتوكل على الله وربنا عانه، والحمد لله ربنا وفقه في كل حاجه يعني. تمام. ده كان مثال بسيط. فده مش شرط ان انت عشان تبدا متاخر او ان انت كذا او كذا او كذا ان انت مش هتلحق او الدنيا هتبوظ معاك او ان انا مش قادر او انا نفسيا بايظ والكلام ده خالص. فده مش مبرر. خلي في علمك اللي انا قلت لك ده صحيح 100% يعني، الحمد لله مش فاكر. بيس الحاجه الاخيره، بما انك فتره الامتحانات، عايز اقول لك على وصيه. اولا بلاش غش، بلاش غش في الامتحانات، درجه حرام هتبوظ لك الدنيا في حياتك، الله اعلم. تمام. ربنا ما يغفرش ليك الحته دي وتحاسب بيهم اليوم. انت لا تامن مكر الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه الصدقه، كل ما تحس ان انت عطلان وامورك وحشه تصدق بنيه ان ربنا يوفقك. الحاجه الثالثه المعلومه اللي انت عارفها وعارف ان هي مش عن صديقك اديها لي. ده مجهودي بقى طول السنه والدرجات والبتاع ده، سيبك من الشغل ده، انا بديله معلومه عشان تكون صدقه ليه. هو يعمل بالمعلومه دي، ممكن المعلومه دي هو يستخدمها في حياته في حاجه ثانيه يفيد بيها حد تاني. وزع يعني، العلم ده مش بتاعك، ده ربنا رزقه لك. فاهم؟ الحاجه الاخيره بقى ودي المهمه جدا جدا، لايك بقى وسبسكرايب والكلام الجميل ده عشان ان شاء الله اي فيديو ينزل يجيلك اشعار. تمام. لو حابب اتكلم عن حته معينه اكتب لي في التعليقات، عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات وبس يعني. حبيت ادردش معاك بس الدردشه بالطول. تمام. فنلتقي باذن الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.